السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم اليوم من كل جديد. جبت لكم وصفة بسبوسة بالجلاش، لا سميد ولا طحين، رح نعملها بأجمل وأطيب طريقة وسهلة. سجلوها عندكم لأن رح تحتاجوها بالوصفات السريعة إن شاء الله. رح نعملها مع بعض بطريقة حتحبوها وتكون مقاديرها موجودة بكل بيت. وهلأ رح ندخل على الفيديو، ولكن فضلا وليس أمرا الضغط على الزر الأحمر الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس لتوصلكم وصفاتنا أول بأول. وهلأ نسمي بالله ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونبدأ مع بعض. أول شي هون بحضر الصينية اللي بدي أدخلها على الفرن، دهنتها بزبدة بكمية كويسة تكون تغرقها تماما لأنه راح نستخدم الجلاش، وبرش عليها من السميد بس لحتى ما تلزق، أو ممكن نختصر هذا كله ونحط ورق الزبدة بوزعها هيك على الأطراف. وهلأ عندي هذا الجلاش، طبعا أي نوع من الجلاش تبع البقلاوة نفسه، عندي نص كيلو تقريبا لهاي الصينية، على حسب الصينية طبعا ممكن تستخدمه بهذا الشكل، شكل عشوائي طوية بجمع مع بعضها بهذا الشكل. شايفين كلهم جنب بعضهم برصهم بطريقة عشوائية، أبدا ما فيها لا تعب ولا تلبيك ولا بياخد أبدا وقت. بصفهم جنب بعضهم لخلص كل الكمية بالصينية. طبعا بدي بفترة باللحظة هاي ما بدي إني كتير أضغط عليها، بدي أضبها على بعضها بشكل تكون أخذة راحتها، ما لازم تكون مرصوصة حتى يدخل المزيج داخلها. بهذا الشكل صارت جاهزة. عندي هاي المكسرات، الزبيب وجوز الهند، هاي اختياري، ممكن تستغنوا عن هاي الخطوة، ممكن تضيفوا أي نوع من المكسرات بتحبوه. هذا جوز الهند رشيناه شوي، راح أخبطه شوية لحتى ينزل كل المكسرات، تنزل بينات الحبات. هلأ عندي للمواد السائلة هون عندي نص كاسة من الزبدة أو السمنة اللي بتحبوها على حسب الموجود، زبدة أو سمنة يفضل أفضل من الزيت. نص كاسة، راح أضيف عليهم كاسة ونص، طبعا المعايير كلها بنفس الكاسة، كاسة ونص من الحليب الدافي. وهلأ راح أضيف عليهم 3 معالق من السكر، بيكفي 3 معالق لأنه بالآخر بدها تتشرب بالشربات. وبدي أضيف كمان 3 حبات من البيض، يفضل البيض يكون بحرارة الغرفة. راح أضيف أكيد البيض بده فانيليا، فراح أضيف ظرف الفانيليا. وهلأ بدي أضيف 3 معالق من الزبادي، 3 معالق كبار يكونوا من الزبادي، وبدي أخلطهم بالبلندر بهاي الجهاز السحري اللي أنا ما بستغني عنه بأي وصفة. لكن قبل ما نخلطهم بالبلندر راح أضيف عصرة ليمون، تقريبا معلقة كبيرة من عصرة الليمون، ونخلطهم. وشوفوا هذا القوام اللي طلع معي، شايفين هو في هاي الفقاعات لأن الزبدة كانت باردة شوي. بالنهاية راح أضيف البيكنج بودر، ضروري ما ننسى البيكنج بودر بالنهاية. وهيك بخلطهم برجع مرة تانية، وصار قوام جاهز لنزلهم فوق صينية الجلاش. بدي أوزعهم على الصينية على كامل الجلاش، لازم يغطس كل الحبات الجلاش لحتى ينمسل المزيج وتطلع قوامها ممتاز وجميل، حتى لونه بيعطي لون كتير حلو. شايفين بالسباتولا بضغط عليها ضغطة خفيفة حتى أضمن إنه كل حبات الجلاش انمزجت بالخليط. وهلأ بدخلها على الفرن وننتظرها بس تطلع إن شاء الله. وهلأ بعد مرور 25 دقيقة بالفرن، شايفين طلعت صينيتنا، شايفين لونها ما شاء الله، أخذت لون زيادة معي، أنا حبيت أحمرها زيادة. إذا بتحبوا أخف من هيك ممكن تطلعوها قبل بوقت. شايفين لونها رائع، مقرمشة من فوق ومن تحت مثل الكراميل، كتير رائعة بجد ما شاء الله. هاي الوصفة من أجمل الوصفات اللي جربتها، وسهلة وسريعة جدا. أكيد رح نشربها بالقطر، بتكون مقلاوة البسبوسة ساخنة والقطر بارد أو فاتر يكون. نزلوا. أنا طبعا دايما بجهز الشربات أو القطر بكون عندي جاهز بالبراد. هو عبارة عن كاسة ونص من السكر مع كاسة مي وعصرة ليمون أكيد، والماء زهر على حسب الرغبة، ممكن تحطوا فانيليا بدل الماء زهر.
والتزيين بالفستق الحلبي المطحون أو بجوز الهند ممكن يصير. هيك صارت جاهزة. هلا رح نقسمها مع بعض ونشوف كيف شكلها من جوا. شايفين متماسكة ما شاء الله، قطعة كاملة مثل الكيك، كتير رائعة وطعمها بجد رائع ما شاء الله جدا جدا. بتمنى تجربوها لأنه بجد من أسهل الوصفات وأطيبها، وتعتبر من وصفة سريعة وسهلة لأي ضيف أو سهرة رمضان كمان كتير رائعة. شايفين شكلها ما شاء الله بتجنن. هيك وصفتنا صارت جاهزة، إن شاء الله تكون عجبتكم وجربوها واعطوني رأيكم تحت بالتعليقات. شايفين ما شاء الله الخليط عامل مثل الكراميل جواتها، والجلاش مشرب بالكريمة والقطر ومقرمش من فوق. إن شاء الله تكون وصفة اليوم نالت على رضاكم، وبالنهاية بشكركم لحضوركم، وبشوفكم فيديوهات جديدة مع كل جديد، وبالصحة والعافية للجميع، وبأمان الله.